لفترة تقارب 1000 سنة البشر كانوا فاكرين إن عينينا بيطلع منها شعاع، ومن خلال الشعاع ده بنشوف كل حاجة حوالينا، واللي اسمها نظرية الانبعاث. وفضلت الفكرة دي مسيطرة لسنين لحد ما جه عالم مسلم أقل ما يقال عنه إنه عبقري، وأثبت إن نظرية الانبعاث دي غلط فغلط، وإن عينينا مش بيطلع منها شعاع ولا حاجة، دي بتستقبل شعاع، والشعاع ده هو الضوء. ومن ساعتها بدأت رحلة لمحاكاة العين البشرية عن طريق صناعة العدسات والكاميرات، والتطور والدقة اللي وصلنا لها النهاردة في صناعتهم خلتنا بكل بساطة وفقط من خلال الموبايل اللي في ايدينا قادرين نصور تفاصيل القمر. مش انا، لا، القمر ده. فتفتكر لو حطينا العين البشرية في تحدي مع كاميرا فائقة الدقة، مين اللي هيكسب؟ السلام عليكم، أهلا بالفضوليين. سنة 1896 عالم النفس جورج ستراتون قرر يعمل تجربة غريبة ومجنونة في نفس الوقت، وهي إنه لبس نظارة بتقلب المشهد كله 180 درجة. نظارة بتخلي يمينك شمالك وشمالك يمينك وتحتك فوقك وفوقك تحتك. وعلى فكرة دي مش شتيمة، أنا بوصف لك اللي النظارة بتعمله حرفيا. أول يوم في التجربة حرفيا كان جحيم، مش قادر يمشي، بيخبط في الحيطان، جاله دوخة وغثيان وإحساس كامل بالضياع، لدرجة إن حاجة بسيطة زي إنه يمسك كوباية شاي كانت في غاية الصعوبة. العالم فجأة بقى مكان غير مفهوم. لكن بعد كام يوم حصل غير متوقع. مخ ستراتون بدأ يعمل حاجة غريبة جدا. العالم المقلوب بدأ يبقى طبيعي، والحركة بقت سلسة أكتر، بالرغم من إنه كان لسه شايف العالم بالمقلوب. يعني عينيه ما عدلتش الصورة مثلا، لكن مخه تقدر تقول كده إنه أعاد تفسير الصورة وخلاها تبدو مستقيمة عشان يعرف يعيش. الأغرب من كل ده إن لما ستراتون شال النضارة بعد التجربة، العالم الحقيقي الجميل المعدول بتاعنا ده بقى غريب بالنسبة له. لكن الموضوع ما خدش وقت كبير لحد ما مخه رجع اتأقلم من جديد، وساعتها كتب ملاحظة غريبة حبتين: الطبيعي مش ثابت، الطبيعي هو اللي المخ اتعود عليه. التجربة دي نقدر نستنتج منها حقيقة صادمة، وهي إن إحنا مش بنشوف بعينينا، إحنا بنشوف بتفسير مخنا للمعلومة. بس لو الحكاية كده، الله، يبقى العين دورها إيه لا مؤاخذة؟ من سنين طويلة الفلاسفة اليونان كان ليهم رأي غريب شوية في الإجابة على سؤال إحنا بنشوف إزاي. أوكليدس وبطليموس مثلا كانوا مقتنعين بإن عينينا بيخرج منها شعاع، والشعاع ده بيخبط في الحاجات اللي حوالينا فبنشوفها، وكانوا مقتنعين إن الضوء مش مهم أوي يعني لعملية الرؤية، وسموا النظرية دي بنظرية الانبعاث. وفضل العالم زي ما قلت لك في أول الفيديو مقتنع بالنظرية دي لأكتر من 1000 سنة، لحد ما جه العالم المسلم اللي غير المعادلة تماما، وهو أبو علي الحسن بن الهيثم البصري. الحسن بن الهيثم اتولد في مدينة البصرة سنة 354 هجرية، وزادت شهرته كعالم ومهندس بارع في الرياضيات والفيزياء والفلك، وكان بيقضي معظم وقته في مجالس العلم. وفي واحد من المجالس دي ادعى ابن الهيثم ان عنده افكار تقدر تساعد في تنظيم فيضانات نهر النيل. فالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله استدعاه لمصر وكلفه بمهمة تنظيم فيضانات نهر النيل زي ما ادعى. لكن لما وصل ابن الهيثم لمصر حسب حساباته وقاس قياساته واكتشف ان المشروع صعب تنفيذه بالامكانيات المتاحة وقتها، ما لقاش حل قدامه غير انه يدعي الجنون، فاتحكم عليه بالإقامة الجبرية. وفضل ابن الهيثم في الإقامة الجبرية دي لمدة كام 10 سنين. 10 سنين محبوس بجسمه لكن عقله كان حر. وفي يوم من الأيام المشمسة ابن الهيثم لاحظ حاجة مرسومة على الحيطة، واللي لما ركز فيها لقاها رسمة لشجرة بس مقلوبة. ركز أكتر لقى إن اللي عامل الرسمة دي هو شعاع ضوء الشمس اللي داخل من فتحة صغيرة جدا في الشباك. بيبص من الشباك لقى الشجرة اللي مرسومة على الحيطة. الله، هو في إيه؟ فقرر يصنع نموذج صغير للأوضة اللي كان قاعد فيها. صندوق صغير مقفول من كل الجوانب، وفي واحد من الجوانب عمل ثقب صغير، وجاب شمعة وحطها قدام الثقب ده عشان يتفاجئ ابن الهيثم بصورة الشمعة موجودة على الجانب المعاكس للثقب، لكن برضه مقلوبة. ومن هنا بدأ يسجل ملاحظاته، وبعد ما حس انه فهم الضوء بيتصرف ازاي بدأ يدرس تشريح عيون بعض الحيوانات ويقارنها باللي نعرفه عن عيون الإنسان، وبدأ يعمل تجارب أكتر وأكتر ويسجل ملاحظاته لحد ما طلع لنا بأول كتاب في التاريخ قائم على المنهج العلمي الحديث: الملاحظة والتجربة.
تحفة فنية بتستخدم كمرجع لينا لحد النهاردة، ألا وهي كتاب المناظر، واللي شرح لنا فيه إزاي بتتم عملية الرؤية، وشرح لنا كمان تشريح العين بكل مكوناتها، قرنية، قزحية، شبكية. كل دي مصطلحات بنستخدمها لحد النهارده بترجع في الاساس لابن الهيثم، ووضح لنا في كتابه ان عمليه الرؤيه بتحصل عن طريق الضوء، واللي لما بيسقط على الاشياء بينعكس من عليها لعينينا فبتحصل عمليه الرؤيه. وقال لك كمان ان الضوء في الفراغ بيمشي في خطوط مستقيمه، عشان كده الشمعه كانت مقلوبه، وده لان الضوء خرج من الشمعه بالشكل ده وعدى من الثقب وخرج من الناحيه التانيه بالشكل ده. واطلق على النموذج اللي صنعه اسم الغرفه المظلمه او الكاميرا، واللي اتحرفت بعد كده للكاميرا ذات الثقب. ومع تراكم فهمنا الموضوع قدر المخترع الفرنسي جوزيف نيسفوغ بما انه فرنسي سنة 1826 انه يلتقط اول صورة فوتوغرافية في التاريخ، واللي استغرق تصويرها 8 ساعات. نقدر نستنتج من الكلام ده ان اكتشاف الطريقة اللي بتشوف بيها عينينا جه بالتزامن مع اكتشاف مبدأ عمل الكاميرا. ونقدر نقول بشكل او باخر ان تطور صناعة الكاميرات والعدسات كان محاولة لمحاكاة العين البشرية، ولو هنعمل تحدي بينهم لازم نعرف كل واحدة فيهم بتشتغل ازاي. صديقي الفضولي، ما تيجي نخرج نتمشى؟ انا شايفك زهقان من قعده البيت وهو غير جو، لكن قبلها اروح اجيب الكاميرا بتاعتي يمكن ناخد صورتين ولا حاجه. صديقي، ممكن تولع النور؟ اصلي مش شايف اي حاجه. لقيتها الحمد لله. لكن خليني اشرح لك اللي حصل هنا ببساطه. بالرغم من ان الكاميرا كانت قدامي الا اني ما شفتهاش غير لما انت شغلت الاضاءه، ودي حاجه ممكن تبان لك بديهيه، ما انا طبيعي مش هشوف حاجه في الضلمه ولما اولع النور هشوف، لكنك غالبا ما تعرفش اللي حصل ده حصل ازاي وليه. اللي حصل صديقي الفضولي اول ما انت ولعت النور ان الضوء اتحرك في كل حته واصطدم بالكاميرا وانعكس من عليها لعينيا. اول حاجه قابلها الضوء وهو داخل لعيني هي القرنيه، واللي دورها انها تركز الضوء وتحمي العين بشكل عام. بعد كده الضوء مر من خلال الحدقه او بؤبؤ العين، ودي بقى النقطه السوداء اللي في نص القزحيه، وفي الحقيقه هي مش نقطه، هي ممر أو فتحة، واللي بيتحكم في حجم الممر ده هي القزحية. لو الضوء شديد وساطع القزحية بتضيق الممر ده عشان الضوء الشديد ده ما يأذيش عينينا، ولو الضوء خافت أو ضعيف القزحية بتوسع البؤبؤ عشان تسمح بمرور كمية ضوء أكبر. بعد كده الضوء مر من خلال العدسة واللي بتركز الضوء أكتر على الشبكية لكن بصورة مقلوبة. أما الشبكية دي فمليانة مستقبلات عصبية بتحول الضوء لإشارات أو نبضات عصبية وتبعتها للمخ عشان يعمل حاجتين: أول حاجة يعدل الصورة، ثانيا يعرفنا احنا شايفين ايه. كمان من ضمن المستقبلات اللي موجودة على الشبكية في 3 مخاريط هم المسؤولين عن رؤيتنا للألوان: أحمر وأخضر وأزرق، لكنهم مع بعض بيخلونا قادرين نميز بين حوالي 7 مليون لون. انت متخيل الرقم؟ ودلوقتي صديقي الفضولي تعال اخدك صورة قبل ما نخرج عشان نوثق اللحظة السعيدة دي. الله، ايه الحلاوة والشياكة والطعام اللي هيشترك في القناة ويعمل لايك ده؟ اللي حصل صديقي الفضولي عشان اخدك الصورة دي ان فلاش الكاميرا جه على وشك القمر ده وانعكس من عليه لعدسة الكاميرا، واللي دورها انها تركز الضوء. بعد كده الضوء ده مر من خلال فتحة العدسة واللي دورها انها تتحكم في كمية الضوء اللي داخل. وهنا يجي دور الشاتر او سرعة الغالق، واللي لو قفل بسرعة كمية ضوء قليلة هي اللي هتعدي، اما لو قفل ببطء فهيعدي كمية ضوء اكبر. بعد كده الضوء وصل للسنسور أو الحساس بتاع الكاميرا عشان يحول الضوء ده لإشارات رقمية. الإشارات دي بتروح للمعالج جوه الكاميرا واللي بينظم الألوان ويوازن الإضاءة وهكذا، وأخيرا يحفظ النتيجة كصورة. ادينا خرجنا زي ما وعدتك صديقي الفضولي وفهمنا قبل ما نخرج وجه الشبه بين العين والكاميرا، وده طبيعي جدا لان زي ما قلت لك الكاميرا ما هي الا محاوله لمحاكاه العين البشريه. لكن السؤال المهم واللي انت مستنيه غالبا من اول الحلقه: هل وصلنا للدرجه اللي تخلي اختراعنا يتفوق على الشيء اللي بنحاكيه؟ بمعنى اخر، هل اخترعنا كاميرا
أقوى من العين البشرية؟ في الحقيقة الإجابة على السؤال ده يمكن تكون أعقد من الإجابة على سؤال إحنا بنشوف إزاي، لأن لو هنتكلم بلغة الأرقام فاللي بيحدد جودة أي صورة مثلا هو عدد البكسلات. كل ما عدد البكسلات زاد الجودة بتزيد. وبالرغم من دقة العين البشرية المرعبة إلا إننا شغالين على مشروع اسمه LSST بيتفوق على الجودة اللي عينينا بتشوف بيها بآلاف الميجا بيكسلز، وللعلم الميجا بيكسل الواحدة بتساوي مليون بكسلاية، تخيل انت بقى. لكن طبعا عينينا ما تصممتش عشان تكون مرصد فلكي. أعلى دقة بتشوفها عينينا بتتركز في نقطة صغيرة جدا، لكن حركة عينينا السريعة ومع إدراك مخنا الفائق السرعة للمشاهد دي بيخلينا نحس إننا شايفين المشهد كامل فول HD. مع ان مثلا وانت بتتفرج عليا دلوقتي لو انت مركز معايا فاي حاجه غير الشاشه اللي انت بتشوفني من خلالها دلوقتي هي غالبا غير واضحه بالنسبه لك، ودي حاجه قمه في الابداع من الخالق سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الطريقه دي بتوفر طاقه مهوله بان عينينا تركز على المهم وبس، ودي نقطه لصالح العين مش ضدها. اما من نقاط التميز في الكاميرات فالكاميرات عموما بتقدر تخزن اللحظات وبتعمل زوم لمسافات بعيده وبتجمع الضوء لفتره طويله، فبنشوف حاجات ما بنقدرش نشوفها بعينينا المجرده. فيبدو كده ان بلغه الارقام ان احنا قدرنا نتفوق على العين البشريه. لكن قبل ما تسرع في حكمك وتنزل تشتمني في التعليقات بص معايا على المشهد البريء ده صديق الفضول. طفل صغير بيلعب بالكوره في الجنينه والجو مشمس والنسيم بيحرك ورق الشجر. بقول لك ايه، ما تيجي نصوره فيديو ونشوف الفرق بين اللي عينيك هتشوفه وبين اللي الكاميرا هتشوفه. مبدئيا كده الكاميرا آلة صارمة مش مهتمة بالمعنى إطلاقا، كل اللي يهمها هو تسجيل الضوء فقط. عدسة بتجمع الأشعة اللي جاية من المشهد، فتحة العدسة تتحكم في كمية الضوء اللي داخل للمستشعر واللي عبارة عن شبكة ضخمة من ملايين البكسلات. كل بكسل بيقيس كمية الضوء اللي وصلته، بعدها المعالج بيجمع كل البكسلات دي ويطلع لنا بصورة واحدة متكاملة. وطبعا انت عارف ان الفيديو ما هو إلا مجموعة صور بتتعرض ورا بعضها بسرعة، والنتيجة فيديو دقيق جدا للمشهد. كل شعاع ضوء متسجل ومحسوب بالتساوي، الكورة، الطفل، الشجر، لكن مفيش أي معنى. الكاميرا ما تعرفش سواء الطفل كان سعيد ولا مبسوط، سعيد الاتنين واحد تقريبا. الكاميرا ما تعرفش سواء كان الطفل مبسوط ولا زعلان ولا متحمس. الكاميرا بالنسبة لها مشهد اللعب البريء ده زيه زي مشهد حرب ودمار مثلا. الموضوع بالنسبة لها مجرد أرقام وبيانات. أما العين فبتشتغل كنظام حي ومعقد، مش مجرد عدسة ومستشعر. قرنية وعدسة بيجمعوا الأشعة ويوجهوها لكنهم بيتحركوا باستمرار عشان يحافظوا على تركيز واضح على الطفل مع عدم الاهتمام بالتفاصيل الغير مهمة. أما القزحية فبتتحكم في كمية الضوء لحظيا. لو الشمس ظهرت فجأة مثلا القزحية بتضيق، لو الدنيا غيمت أو ضلمت القزحية بتوسع. ودي من الحاجات اللي عيننا بتعملها بدقة وسرعة أقوى من أي كاميرا مهما بلغ تطورها. أما الشبكية مش مجرد مستشعر، ده فيها خلايا متخصصة لكل حاجة، خلايا للحركة وخلايا للألوان وخلايا للتباين عشان تبرز الطفل عن الخلفية. وهنا الاختلاف الكبير. المعالجة جزء من العين نفسها. قبل ما أي إشارة توصل للمخ العين بتختار التفاصيل المهمة وبتتجاهل التفاصيل الأقل أهمية. المعلومات دي بتوصل للمخ عن طريق العصب البصري، واللي خروجه من الشبكية عشان يوصل المعلومات للمخ بيخلي عندنا نقطة عمياء في كل عين عند كل واحد فينا، وده بسبب عدم وجود الخلايا الحساسة للضوء في مكان خروج العصب البصري ده من الشبكية للمخ. وعلى فكرة تقدر تشوف النقطة العمياء دي باختبار بسيط. شغل وضع الفول سكرين، وقف الفيديو على الصورة دي، خلي الزائد على يمينك والنقطة على شمالك، اقفل عينيك الشمال وركز بعينيك اليمين على النقطة، وقرب الموبايل أو ابعده ببطء على مستوى عينيك، وهتتفاجئ بعلامة الزائد دي بتختفي تماما وكأنها ما كانتش موجودة. ولو قفلت عينك اليمين وركزت على الزائد بعينيك الشمال وحركت الموبايل ببطء ذهابا وإيابا وحاولت تغير الزوايا بتاعته، النقطة هتختفي تماما. وبقول لي في التعليقات لو نفعت معاك. أنا اتعمدت أحكي لك التجربة دي صديقي الفضولي لأن سمعت ناس كتير بتتكلم في النقطة دي على إنه عيب في تصميم عينينا، وده في رأيي في تطاول وافتراء على صنع الخالق واللي خلقنا في أحسن تقويم. والموضوع ده ما يعتبرش عيب ولا حاجة،
لأنه خلقنا بعينين كل واحدة فيهم بتغطي النقطة العامية بتاعت التانية، وخلق لنا مخ شاطر جدا في إنه يملى الفراغات دي، فبالتالي لا بنشوف نقط عامية ولا بنحس بوجودها أصلا. والمخ مش بس بيملى فراغات، ده شاطر جدا في إنه يربط المشهد اللي شايفينه بتجاربنا القديمة ويخلي المشهد كله سلس ومفهوم. عينيك شايفة الطفل كحدث كامل، الحركة واضحة واللعب مفهوم، والطفل سعيد ومبسوط ما يعرفش هيشوف ايه في حياته بعد كده حتى لو مش شايف كل تفاصيل الشجر والخلفية بدقة. العين صديق الفضولي جزء من الجهاز البصري، والجهاز البصري جزء من منظومة أقل ما يقال عنها إنها إعجازية. أحد الشيوخ الأفاضل كان بيقول في محاضرة من محاضراته إن لو الإنسان عنده القدرة إنه يخلق نفسه كان زمانه حط له عينين 3 قدام وعينين ورا علشان خاطر يشوف اللي جاي من ورا، وحط له بقى عين في الجنب ده وعين في الجنب ده وعين هنا وعين هنا وعين هنا هتمشي بقى كلك عيون عشان خاطر تشوف كل حاجة حواليك. حرفيا كنا هنشوه نفسنا. فالحمد لله على ما ندركه وما لم ندركه من نعم ربنا اللي مغرقانا، والحمد لله انه وفقنا لاختراع الكاميرا، لان لولاها ما كانش زمانك قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي لحد دلوقتي من غير ما تشترك في القناة ولا تعمل لايك ولا شير. فما تنساش على الاقل يعني تقول لي رايك في التعليقات تحت.